الفيديو ده يا جماعه بيثبت ان المستشار احمد الفضالي بريء من الاتهامات اللي وجهت فيه زور انه متورط في موقعة الجمل، والدليل على كده ان المكان اللي هو كان موجود فيه كان قدام مكتبه مباشره، وهو مقر حزب السلام الديمقراطي في عماره معروف. وتشوف هنا ادي يافطه الحزب، حزب السلام الديمقراطي، وده المقر هنصور من داخل المقر، هو مقر حزب السلام الديمقراطي، وادي كوبري اكتوبر بنصور عليه المستشار احمد الفضالي، هو ده المكان اللي اتصور فيه. اتهموه فيه ان هو بيقود معركه الجمل، مع انه هو كان واقف قدام مكتبه بيحاول يخرج من جوه المكان، وكل المخارج هو ده كان المكان الوحيد يعرف يخرج منه، لان كانت كل مخارج ومداخل شارع رمسيس كانت مقفوله بسبب ان الجيش كان قافلها. كان في اشتباكات هنا في ميدان عبد المنعم رياض. كان المخرج الوحيد هو الكوبري، ولكن الكوبري كان عليه بقى بعض البلطجيه كانوا بيحدفوا بالطوف على المتظاهرين، لذلك هو ده اللي دعا للتوقف عشان مش هيعرف يعدي من هذا المكان. شوف بس على المكان اللي كان فيه المسلمين. وهنا كانت البابات قافله، البابات كانت قافله في الشارع اللي هو شارع الجلاء اللي عند مقر قناه الجزيره كمان اهو. هنا فيها قناه الجزيره، فيها قناه الجزيره كان قافل قدامها بالدبابات. وده كان المخرج الوحيد، كان بالخلف ده مخرج قناه الجزيره، والخلف هنا يعني امشي هنا في 21 وبالخلف هنا كان اللجان الشعبيه كانت قافله هي والجيش، ممنوع حد يعدي من طلعت حرب لان كان في اشتباكات ثانيه، هي كانت الاشتباكات الاكثر كانت جوه طلعت حرب. وادي كوبري اكتوبر، ادي الدين عبد المنعم ده المخرج الوحيد عشان يجيب لك شروط ان ده عبد المنعم هو الكوبري ده، ولكن للاسف كان عليه بلطجيه. لذلك الاتهام واضح ان هو اتهام باطل واتهام مزور، ان ده مقر مكتب المستشار احمد الفضالي، وده المخرج الوحيد لخروج من شارع رمسيس لوجود الاشتباكات والبلطجيه. وادي يافطه حزب السلام الديمقراطي موجوده قدام المقر في شارع رمسيس. حزب السلام. يا جماعه بلاش نيجي ورا اي كلام، الموضوع ده قصد منه الاثاره وقصد منه تزوير والصاق الاتهامات لاحمد الفضالي. بلاش نلقي اي تهمه الا لما نتاكد منها، الموضوع واضح جدا. مقر حزبه قدام المكان على طول لا يتعدى 100 متر.